السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أبرز 10 مسلسلات يمنية سوف تشاهدونها في رمضان 2023 على القنوات الناقلة الفضائية. ولكن قبل أن نبدأ نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديدنا. المسلسل الأول مسلسل خارج التغطية بالإنتاج قناة السعيدة وإخراج المخرج الرائع محمد فاروق، مخرج مسلسل تكتيك في السنة السابقة، ومن بطولة الفنان صلاح الوافي والفنان توفيق الماخذي وأيضا الفنان حسن الجماعي والفنان عصام القديمي والفنانة الرائعة أمل إسماعيل والفنانة سحر الأصبحي والفنان مبروك متاش واليوتيوبر الصاعد محمد الأموي. ويتم تصوير هذا المسلسل في محافظة تعز وسيعرض على قناة السعيدة. المسلسل الثاني مسلسل أرزاق، مسلسل جديد من بطولة فهد القرني وصلاح الوافي وشيماء محمد، وهو من إخراج المخرج السوري جارو أرارات ومن إنتاج قناة يمن شباب. ويتم تصوير هذا المسلسل في دولة الأردن وسيعرض على قناة يمن شباب. وسيضم هذا المسلسل العديد من نجوم الكوميديا والدراما اليمنية. المسلسل الثالث المسلسل البديل لمسلسل أبواب صنعاء. لم يتم الكشف عن اسم المسلسل إلى حد الآن، وهذا المسلسل من إنتاج مؤسسة الإمام الهادي وهو من إخراج المخرج الرائع عبد الرحمن دلاق. وسيشارك في هذا المسلسل العديد من نجوم الدراما والكوميديا اليمنية. ويتم تصوير هذا المسلسل في محافظة صنعاء والحيمة، وسيعرض هذا المسلسل على قناة المسيرة. مستمرين، لازم مستمرين في التصوير وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. المسلسل الرابع مسلسل حافة نار، مسلسل كوميدي جديد من إخراج المخرج علي حزام، وسيضم هذا المسلسل العديد من فناني الكوميديا ومن أبرزهم الفنان قاسم رشاد والفنان علي حميد، وسيعرض على قناة الغد المشرق. المسلسل الخامس المسلسل البديل لمسلسل عيال المرحوم. لم يتم الكشف عن اسم المسلسل إلى حد الآن، وهذا المسلسل من إنتاج شركة النبي لصاحبها خالد المرولة ومن إخراج المخرج المصري معتز حسام. وسيضم هذا المسلسل العديد من نجوم الكوميديا اليمنية ومن أبرزهم الفنان محمد قحطان والفنان نبيل الآنسي والفنان كمال طماع والفنان خالد البحري والفنان حسن الجماعي والفنانة سالي حمادة والفنانة هدي المهنا والكثير من نجوم الكوميديا. ويتم تصوير هذا المسلسل في جمهورية مصر العربية، وسيعرض هذا المسلسل على قناة المهرية. اليوم وبعد غياب طويل من عام 2018 إلى اليوم شخص عزيز وغالي نور سماء القاهرة، واحنا جدا مبسوطين ان احنا شفناه اليوم. معانا الجميل حبيبة قلبي يا سالي والجميل الثاني في دارس يا اختي سالي، انا في دارس الغالي محمد قحطان والعزيز خالد المرولة والأزعة سالي حمادة نجمة سالي حمادة. نجمة. وايش اخبارك يا محمد؟ والله وحشناك جدا ونورت مصر يعني، عاد انا بدأت اشوفها الحين. شفتيش طبعا؟ بعت حاجة ولا عادك ما بعتش حاجة؟ عاد انا ما بعت كل يوم القى. يلا شوف معانا ناس يلا ومعانا قباضات حق السقم
المسلسل السادس، مسلسل العالية، من إنتاج قناة يمن شباب، ومن إخراج المخرج الرائع وليد العلفي. ويأتي هذا المسلسل بديلا لمسلسل ربيع المخا الذي عرض في العام الماضي. وهذا المسلسل من بطولة الفنان عامر البوصي، والفنان قاسم عمر، والفنان نوفل البعداني، والفنان مروان المخلافي، والفنان سيف الوافي، واليوتيوبر فواز التعكري، والفنانة منى الأصبحي، والفنانة أشواق علي. وتم تصوير هذا المسلسل في محافظة تعز مدينة التربة، وسيعرض على قناة يمن شباب. المسلسل السابع، مسلسل ماء الذهب، المسلسل الذي تم تأجيله من العام الماضي، وهو المسلسل البديل لمسلسل سد الغريب الذي عرض في رمضان 2020، وهو من إنتاج شركة دوت نوشن، ومن إخراج المخرج هاشم الهاشم. وسيشارك في هذا المسلسل العديد من نجوم الدراما والكوميديا اليمنية. وقد يعرض هذا المسلسل على قناة السعيدة أو قناة المهرية. بين كل جبل وجبل ناس عايشة بين اليأس والأمل، من تمسك بالأمل وصل، ومن سكنها اليأس رحل. شكلها ظريف. ايش اسمه؟ اسمه سعيد لأنه وجه السعادة عليه. شفت القرية عزة؟ ايوه يا بابا شفتها. بسم الله. البيت في الأساس قديم مثل المتاحة. من؟ وائل ذي غوث، أهدى عثر ذي جرب المذبح. الله يمشي الليلة هذا على خير. شكله في شيء غلط. اللي حصل معي معاهم السبب فيه أنت. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا اتفقنا نخرج من القرية. لو تدري ايش حصل لي يا مكرم. ايش سويت عزة؟ تكلم. خليني حالي. مالك يا بنتي؟ الجناية عطلان ما في رصيد. تخيل انت مش انت واني مش انت. صعب تفتني، عاوز تخلص مني بسهولة. السلام عليكم. لا تخاف يا حسن. تشتري كفن تغطي الراس والبدن. مالك يا مجنون؟ احنا كلنا جالسين مع بعض وما لناش الا بعض. احنا كلنا في مركب واحد، ما فيش غير ان احنا نتعاون مع بعض. ليش احنا في عين؟ بتشوفيه في قرية ماء الذهب. المسلسل الثامن، مسلسل الغراب، من إخراج المخرج هيثم سلامة. وهذا المسلسل يأتي بديلا لمسلسل باقة ورد الذي عرض في العام الماضي. وسيشارك في هذا المسلسل مع نجوم الدراما اليمنية، وسيعرض على قناة اليمن الفضائية. طبعا المسلسل اللي بيكون في رمضان ان شاء الله مسلسل جديد ومختلف، مزيج من الدراما والاكشن لاول مره بشكل مختلف وطابع جديد وقصه مختلفه وحبكه مختلفه، وهذه بعض كواليس او بعض لقطات سواء كان من صور اثناء العمل او اثناء التجهيز والتحضير. طبعا انا مش قادر اوريكم كل شيء تم في هذا العمل، ولكن مقتطفات بسيطه وحبيت ان اظهرها لكم في هذا الفيديو.
ومحبة لمتابعتكم واهتمامكم بالمقاطع اللي أنا نزلها. شوفوا ايوه لايك صح واحده اثنين قم يا اليوم اول يوم تصوير خارجي مع الغالي عمي عبد الله. المسلسل التاسع، المسلسل البديل لمسلسل لا هانا وبس الذي عرض في العام الماضي. اسم المسلسل لم يتم الكشف عنه إلى حد الآن، وسيكون هذا المسلسل من إخراج المخرج سمير العفيف، ويتم تصوير هذا المسلسل في محافظة صنعاء، وسيعرض على قناة الهوية. المسلسل العاشر، مسلسل الكنز المفقود. هذا المسلسل الذي كان من المفترض أن يعرض في العام الماضي، ولكن قد تم تأجيله إلى ما بعد رمضان 2023 حسب ما صرح به الفنان صلاح الوافي. معنا مسلسل في قناة السعيدة ومسلسل في قناة الشباب بإذن الله تعالى. مسلسلين السنة إن شاء الله إذا أراد الله. نعودكم على غياب السنة الأولى. نراكم في فيديو قادم لمعرفة بقية المسلسلات والبرامج اليمنية. انتظرونا.